كانت نسمات مدينة العيون الدافئة كالسحر الذي منحت ليوسف سحساح الطاقة لامتطاء درب رحلته، متجها نحو أعماق إفريقيا على دراجته الهوائية. الكثيرون يعتبرونها رحلة صعبة، إلا أنها بالنسبة ليوسف كل شبر من الطريق يعبر عن حبه وشغفه للمغامرة والسفر والتصوير. لأن يوسف خريج معهد السينما بورزازات، استطاع أن يوثق سفره بكل إبداع وحرفية ليشاركهم معنا عبر وسائط التواصل من عيون الساقية الحمراء نحو أعماق أفريقيا. وهذا بالضبط ما سيقر به لنا حصريا بطلنا يوسف. ينضم إلينا الآن يوسف من سوماليلاند. فيوسف، تحدث لنا على كيف قررت الشروع في هذه الرحلة؟ وهو كما كتعرف ان هذا المشروع ماشي وليد اللحظه. هذا المشروع كان البدايه ديالو في 2015 فاش كنت نقرا في مدينه ورزازات. تما فاش بديت نتولع بالسفر، خصوصا اننا كنا كنقراو تقريبا شي 3 ايام في الاسبوع في السنتر، في معهد السينما. كان جاني هذاك الهوس ديال انني نسافر ونكتشف البلاصه اللي انا فيها، حيت انا تقريبا دوزت تقريبا نقول شي 24 سنه وانا في مدينه العيون. ما حتى السفر ملي كنت صغير كنت نسافر مع الدار، يعني كنمشيو عند الاقارب، يعني ماشي داك السفر اللي كتكتشف فيه، هذاك السفر ديال صله الرحم. من بعد السنه ديالي الاولى فبديت كنسافر في النواحي ديال الجنوب الشرقي، وتما الحمد لله بدات تولعت في السفر واكتشفت بزاف الحوايج، اكتشفت الاختلاف اللي كاين عندنا في المغرب، اكتشفت الثقافات والتقاليد اللي بعيده على مدينتي. فوليت مولع، وحتى هذا الاختلاف، حتى هذا السفر زادني بزاف الحوايج في الدومين ديالي السينما، انك مصور فوتوغرافي فعطاني بزاف الحوايج فادوني بها. وهذا الشيء اللي خلاني انني نقرر انني ملي غنسالي المغرب، حيت سافرت المغرب تقريبا كامل من جميع النواحي ديالو. فقررت انني نبدا الرحله ديالي في القاره ديالي الام اللي هي افريقيا. كنت حاط واحد التاريخ ديال 1 يناير 2018 هي بدايه الرحله. فما كان حتى شي حاجه يخليني انني نتراجع على، فكنت مصمم انني هذا النهار خاصني نخرج. والحمد لله وفيت بالوعد ديالي وبديت الرحله ديالي اللي تعلمت فيها بزاف الحوايج. تقريبا دابا 5 سنين ونص، فبزاف الحوايج تغيروا فيا، بزاف الحوايج تعلمتهم، بزاف الحوايج استفدت منهم. عطيت معلومات، عطاوني الناس معلومات، اكتشفت وشفت بزاف الحوايج اللي ما كنتش عارفها على افريقيا. فالحمد لله هذه التجربه كانت من التجارب الزوينه اللي دوزت في حياتي. جميل جدا أخي يوسف. ف5 سنوات ونصف من السفر في أفريقيا وعيش المغامرات، فتحدث لنا على التحديات التي واجهتها في سفرك والصعوبات التي صادفتها هناك في أفريقيا. هو من ناحية التحديات، هو السفر كيعلمك، يعني ما غنسميش تحدي، هو كيعلمك. يعني هذوك التحديات راه بالنسبة لي أنا كانوا دروس، فتعلمت منهم. فالحمد لله ما كانوش عندي شي تحديات كبيرة، ماشي حيت واجهتهم، ولكن حيت تعلمت. يعني في البداية ديالي كانوا تحديات ديال البيكالا، ما كنتش تنعرف البيكالا، ما كنتش تنعرف لا خسرت لي بيكالا كيفاش نقادها، ما كنتش تنعرف فين خاصني نبات، كيفاش نتعامل مع الناس. فهادشي جا مع المدة، يعني جا مع المدة ومع التجربة. يعني من بعد ما بقيتش كنهتم بهذا الشيء. يعني كنفيق الصباح، كنفطر، كنصلي صلاتي، كنشد الطريق، كنعيشها ما كنتسوقش فيها نبات ولا شنو غناكل. عارف داك الشيء غادي يجي بوحديتو، غادي يجي مع الوقت. والحمد لله هادشي دابا باش عايش به. ما كنفكرش في غدا، كنفكر في اليوم، انني نعيش، نكتشف، نشوف، نعمر الباجاج المعرفي ديالي في النهار. شنو غنتعلم من هنا، من هاد القبيلات، شنو غنتعلم من هاد الثقافات، من هاد الحضارات. فالحمد لله ما كانوش عندي زعما شي تحديات كبير. بالنسبه لي افريقيا خاصك تسافرها بذكاء ماشي بشجاعه، خاصك تكون ذكي،
ماشي تكون شجاع في افريقيا، خاص تكون ذكي فقط، ماشي تكون شجاع. ومع الوقت غادي تتعلم. افريقيا كتعلمك بزاف د الحوايج، كتعلمك امتى تخاف، اما ما تخافش، اما تضحك، امتى تضحك، امتى ما تضحكش، امتى تعاون وامتى ما تعاونش، امتى تبين الجانب الزوين ديالك، امتى تبين الجانب الخايب ديالك. فهادشي اللي تعلمنا مع افريقيا الحمد لله. جميل جدا أخي يوسف، فأنت تعيش اللحظة. فالكثير يفكر في أخذ مغامرة أفريقيا، فما هي النصائح التي تريد مشاركتها مع الذين يفكرون مثلك في أخذ التجربة في أفريقيا؟ بالنسبه لي الرساله ديالي هي، انا ما كنبغيش نقول بنادم دير بحالي، فهمتي؟ باش حيت الا دار بحالي غيولي بحال الكوبي ديالي، وما عرفتش الناس اللي كانوا عزيز عليهم انهم يكونوا نسخه. ما عرفت، انا ما عمري الحمد لله تمنيت اني نكون نسخه. انا كندير داك الشيء، وتكون كما تنقولوا حنا بالنفس النيه. خاص يكون عندك النفس، يكون عندك النيه. انا كان عندي احلام في افريقيا، كنت مسطرهم قبل ما نخرج، كنت كاتبهم في ورقه، والحمد لله دابا راه حققت اغلبيه ديالهم، حيت كانوا احلامي حقيقيه، يعني كينتميو لي وكيهموني انا كشخص. يعني تقاتلت على ودهم، يعني ماشي كنسافر على ود الناس. انا عندي صفحه كنبارطاجي فيها معلومات، كنبارطاجي فيها رحلتي، فقط للمشاركه ديال الناس باش يعرفوا، باش يبدلوا شويه النظره على افريقيا. ولكن راه كيبقى كلشي ديالي. يعني الا حققت واحد الحلم، راه انا المستفيد الوحيد من هذا الشيء. يعني كيتحقق من بعد 4 سنين، من بعد 5 سنين، من بعد 6 سنين. فهذا هو الاهم. الواحد هو يكون عنده واحد الحلم يتقاتل عليه، ماشي بالضروري السفر. هو يكون واحد الحلم اللي معقول وكيهمك وغيزيد بيك لقدام. ما يحاولش يتاثر بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بنادم ما كيعرفش شنو بنادم الاخر شنو دوز باش يحقق الاحلام. انا الحمد لله كنت نبارطاجي بزاف، وكنت نبارطاجي كلشي. يعني الناس اللي كيعرفوني هما الناس اللي بداو معايا مال ومن 2015، ملي كنت كنهضر على الحلم ديالي باقي ما عشته. يعني هذوك هما الناس اللي كنحترمهم لحد الان، حيت كانوا عاشوا معايا. وهذوك الناس هما اللي انسبيريتهم بزاف، هما اللي عطيتهم واحد الانسبيراسيون اللي لحد الان شحال من واحد كتب لي ميساج انه كان شافني كنهضر على الحلم ديالي. والله كاين الاغلبيه اللي كان تضحك، اللي ما كانش متيق، ولكن الحمد لله كلشي كنت مآمن به فحققته. هذا هو الأهم. والأهم هو الواحد يتقاتل على الحلم، ما يتقاتلش على الأشخاص. هذا هو الأهم في الحياة، تقاتل على الحلم ديالك، ما تحاولش تقاتل على الأشخاص. حيت الأشخاص في أي وقت غيقدروا يمشيو، ولكن الأحلام جامي يمشيو. ملي غتوصل غتحس بواحد الشعور اللي كترتاح فيه انت، وكترتاح فيه الروح ديالك. الروح ديالك ملي كتسجنها معاك في هذاك الحلم، راه حتى هي كتبقى، حتى هي كتحس. فهذا واحد يتقاتل على الحلم ديالو، وفي الاخير ربي كيسهل. خاصك تكون انسان النيه ديالك صافيه، وتكون تقاتل على الحلم ديالك بنفس النيه، وما تنساش المبادئ ديالك. هذا هما الاهم، مبادئ ضروري. شكرا لك يوسف لقبول الدعوة. بالنسبة ليوسف هذه الرحلة مغامرة لا تنسى، منحته فرصة للنمو والتطور والتعرف على أشياء جديدة. أرى أنه يحمل حلما كبيرا في قلبه، فبالتوفيق لك أخي يوسف في رحلتك. كنتم معي أنا حمزة، دمتم في رعاية الله.